السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. مرحبا بكم بنات في قناتي، جمعة مباركة لكم كامل. اليوم جيتكم بوصفة رائعة بزاف، كنت شاركت معكم الصور البارح في الانستغرام وبصفحتي على الفيسبوك. رايحين نبداو فورا بالخطوات والمقادير اللي رايحين نحتاجوهم. عفوا. لهنايا نحتاجو نصف لتر من الحليب، حطيته في كسرونه. رايحين نحتاجو مبشور حبة برتقال، حبة كبيرة يعني تاع برتقال. رايحين نديرو 3 ملاعق تاع سكر. السكر حاجة اختيارية، يعني حسب نتوما واش تبغيو، اسكو تحبوها حلوة ولا ناقصة حلاوة. انا 3 ملاعق تاع سكر جاتني يعني كمية كافية. رايحه نحط لهنايا لا باتاغون تاع البرتقال للذوق وللون ايضا. راح تمد لكم واحد اللون باهي بزاف، ما يكونش اورانج مي حيجي واحد لا كولور هايله بزاف. راح تكسر اللون الابيض تاع الحليب. اذا ما عندكمش لا باتاغون تاع الاورانج تقدروا تستخدموا تاع الليمون، اذا ما كانش تقدروا تستغناو عليها تماما. ورايحه نضيف لهنايا النشا، درت 2 ملاعق. كيما قلت لكم درت 2 ملاعق كبار تاع نشا. وراح نخلط هذا الخليط مليح مليح حتى يذوب كامل هذاك السكر والنشا في الحليب. من بعد راح نحطوا الخليط هذا على نار هاديه تماما، يعني لازم نقصوا خلاص النار حتى يثقل هذا الخليط. في نفس الوقت نكون انا وجدت القوالب ولا ليمون اللي راح نحط فيهم هذه الكريمه كيما راكم تشوفوا البنات. وما تحبسوش خلاص يعني التحرك تاع هذا لاكريم، لازم تبقاو تحركوا فيها. شوفوا هذاك الخليط اللي تحصلت عليه يعني جا متماسك وفي نفس الوقت املس، ما فيهش لي غرا ابار هذوك تاع لو زاست تاع لورانج. فوالا لهنا البنات راح نصب الطبقه الاولى في القوالب تاعي، وراح نخليها تبرد بجنب ما بين ما احنا نحضروا الطبقه الثانيه اللي راح تكون حتى هي سهله بزاف وسريعه، مش راح تطولوا فيها تماما. والان نروحوا للطبقه الثانيه اللي كنت فيها عصرت 2 حبات تاع البرتقال. اخترت 2 حبات يكونوا كبار. انا لهنا رحيتهم بالبغا ميكسور وخيرت يعني 2 حبات كبار ومعمرين بالماء، يعني معمرين بالعصير هذاك تاع البرتقال. وراح نصفيهم باش ما يبقاوليش هذوك الشوائب تاع البرتقال. حطيتها في صفايه وراني كيما راكم تشوفوا تحصلت على 2 كيسان تاع العصير تاع البرتقال. هذا هو. راح نضيف عليه ملعقه كبيره تاع نشا، ونضيف عليه السكر ايضا. كما قلت لكم السكر يبقى ديما الكميه تاعو اختياريه على حسب نتوما واش تحبوا. انا درت 2 ملاعق وفي الطبقه الاولى درت 3 ملاعق، جاتني الحلاوه تاعها مليحه. فوالا البنات راح نحرك هذاك النشا كامل ونحطها حتى هي على النار حتى تتقال كما راكم تشوفوا. ونعاود نجيب القوالب تاعي ولا لي فيغين اللي حطيت فيهم الكريمه الاولى ونحط عليهم الطبقه الثانيه هذه بالتساوي كما راكم تشوفوا. الطبقه الاولى كانت بردت، يعني كنت حطيتها بردت. فوالا البنات لهنايا درت الطبقه الثانيه. صدقوني البنات الكريمه هذه تجي مختلفه في الذوق، يعني الكريمات اللي مولفين نعتادوا عليهم مولفين نديروا غير تاع الشوكولا والفخاز نموتوا عليهم، مي هذه راح تعطيك واحد الانتعاش يعني هايل بزاف وتعطيك واحد النشاط، لانه معروف البرتقال بكميه الفيتامين سي اللي فيه. كملت لهنايا الطبقات تاعي، درت طبقه اولى والطبقه الثانيه ومكونات سهله وبسيطه. في الاخير التزيين درته بالقليل من الورد هذا الابيض، ودرت شويه لي ترونش تاع البرتقال. هذا هو التقديم تاعنا تاع الكريمه، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. سلام، الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.